السلام عليكم. مدرب الترجي التونسي نبيل معلول يفاجئ النادي الأهلي قبل مباراته مع الهلال السوداني ويسخر من الجميع بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صرح مدرب الترجي التونسي نبيل معلول وأدلى بتصريحات نقلتها القناة التاسعة التونسية وقال: الكل في افريقيا كان يريد اقصاء النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا، وخاصة الاندية الكبيرة مثل الترجي والوداد والرجاء وصن داونز. الكل كان يريد اقصاء الكبير من دوري ابطال افريقيا، لانكم تعلمون جيدا ان الاهلي اذا تأهل الى الادوار الاقصائية بيكون خصما شرسا. فانا اشبه النادي الاهلي بريال مدريد، لديه الاراده والتحدي والريمونتادا، ولديه دائما الحلول من أجل الفوز بهذه المباريات الكبيرة. وأنا ليس عندي شك ولو بنسبة 1% أن الهلال السوداني سيتأهل إلى دور الثمانية، لأن الأهلي سيعاقبهم عقاب شديد في استاد القاهرة، وخاصة بعد حضور 50,000 متفرج. فأنا أشفق على الهلال السوداني في هذه المباراة، لأنهم سينهزمون هزيمة كارثية. وأعتقد أن الهلال السوداني لديهم رعب داخلي رهيب من مباراة الأهلي. فأنا كمدرب للترجي الرياضي التونسي أحترم كثيرا النادي الأهلي، وأنا من أكبر عشاق هذا النادي الكبير، ولكن أتمنى ألا أواجه النادي الأهلي في الأدوار الإقصائية، لأن مواجهة النادي الأهلي مختلفة تماما عن أي مواجهة أخرى. فنحن واجهنا الزمالك وهزمناهم وهزمونا، لكن الأمر مختلف تماما عند مواجهة النادي الأهلي. فالأهلي هو كبير القوم في إفريقيا، والكل بالطبع يخشى الكبير. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.